هنعمل الجمال ده كله بربع كيلو لحمة بس مش اكتر من كده. حابة تستخدمي تلت استخدمي تلت براحتك. عملنا هنا الكفتة الاقتصادية السريعة دي بتتعمل على الجريل، وافضل تسوية تاخديها تسوية الجريل مش الفرن. الفرن بتمص الكفتة يا جماعة، بتخليها قاسية وناشفة معضمة. اللي يقولك الفرن حلو انا ماليش دعوة. انا جربت كتير قوي في الفرن ما بيعجبنيش تسويه الفرن في الكفته، ولكن الجريل بيرفكت بصراحه. هنقدم معاه رز هنا بالكاري حلو جدا. شايفين الحله بتاعه الرز دي اللي بتدل على الشطاره بقى، انت شاطره ولا لا؟ لو لزق منك لا يبقى انت مش شاطره بقى. حاول الرز يعني تسويه بطريقه صح. بتحط الشياطه ووطي النار خالص على الاخر، بعد ما يغلي تخلي النار على الهادي خالص لغايه لما يستوي، وكل حبه قلبيه علشان ما يلزقش منك. كده خلاص حطينا الرز في السيرفيس بتاعنا. هنجيب بقى الكفته اللي احنا سويناها هنرصها. قدمي زي ما انت عايزه، دي طريقه تقديم بسيطه وكل واحد يقدم بالطريقه اللي تعجبه. الكفته هنا حلوه جدا. حابه تعملي زي ما قلت تلت كيلو ربع كيلو براحتك. انا لما بحب ازود في الكفته حاجه هنا علشان اخليها اقتصاديه وازود الكميه، بزود بقسماط مش بزود بطاطس. الناس اللي بتزود بطاطس انا معرفش بياكلوها ازاي. البطاطس النيه يا جماعه لما بنزودها مع الكفته او مع الفراخ بتدي طعم زفر. معرفش هما بيعملوها ازاي. انا جربتها بكذا طريقه وكذا تتبيله بصراحه لا، غير مرضيه على الاطلاق، ما عجبتنيش. والله العظيم رميتها، يعني حتى ما قدرتش اكلها. يعني عارفين لو حاجه تقدري تاكليها مستساغه، لا ما قدرتش بصراحه، مش قابله ريحتها كانت خالص. يلا ما علينا، كل واحد حر بقى. انا بقدم لكم الحاجه اللي انا بعملها لبيتي وبقول لكم حلوه ولا مش حلوه. الكفته دي بيرفكت حلوه جدا جدا جدا. هنا الولاد طلبوا كاتشب، المفترض كنا هنقدم طحينه بس خلاص حطيت كاتشب. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني على راسي من فوق نشترك في القناه، نفعل الجرس ونختار الكل علشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت نشير الفيديو يا جماعه، مفيش حد بيشير اي حاجه. هنيجي دلوقتي عندنا هنا نص كوبايه بقسماط، وعايزه ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات مشكله بهارات لحمه، وعايزه حبه بقدونس، وعايزه بصليه كبيره، وعايزه بصوا الدهن عايزه في حدود 50 جرام يعني ربع كوبايه، وعايزه 4 فص توم صغننين خالص، وعايزه اللحمه يكون فيها حبه دهن. حابه تستعملي ربع كيلو ماشي، تلت كيلو ماشي براحتك، يعني مش هتفرق زي ما انت حابه. لو استعملتي تلت زودي البقسماط شويه. هنحط كل حاجه في الكبه وهنفرمها. عندك كبة بصل افرمي حبة حبة. حد مثلا جنبيكم في المنطقة بيبيع فراخ وعنده مفرمة لحمة، خليه ينظف المفرمة بتاعته الأول برغيف عيش، مثلا رغيف عيش عادي، ينظفها خالص من من الحاجات اللي فيها، وبعدين يفرم لك الكفتة بتاعتك. بس ده اللي أنا أقدر أقوله لكم. هنضيف معلقه صغيره بيكنج باودر علشان الكفته ما تكشش مننا قوي. احنا بنفرمها هنا مع بعضها تاني وهي مفرومه علشان تتسمغ معايا، يعني انا بخلط كل حاجه على بعضها. بسمغ اللحمه بتاعت الكفته لازم تبقى كلها على بعضها كده مسمغه. بعد ما بنسمغ وبنخلص بناخدها كده في ايدينا. هتعمليها صباع كده صغير وبعد كده هتبططيها. التشكيل هنا براحتك اعمليه زي ما انت حابه، بس الشكل ده حلو وسريع، وما تخليهوش عالي علشان يستوي معاكي بسرعه في الطاسه ويجي في النص ما يقبش. يعني الطريقه دي بتبقى حلوه. حابه تعمليها مدوره ماشي، حابه تعمليها رفيعه وطويله ماشي براحتك زي ما انت حابه. التشكيل يرجع لك. يعني انا وريتكم اللي انا بعمله، حاجه بسيطه وسهله ومش هتاخد معاكي وقت. بعد ما خلصت اركنيه على جنب. الجو شتا دلوقتي مش محتاج نحطه في التلاجة. ركنته على جنب لغاية لما خلصت الرز وبعدين سويته. كده خلاص التشكيل هنخلص كله وهرجع لكم تاني. خلاص كده انت شفتوا الشكل بيتعمل ازاي، سهل جدا وبسيط. وانتوا فيكم تشكلوه بالطريقة اللي انتوا حابينها. ممكن بعد ما تعملوه بيضاوي تشدوه تعملوا له 7 تحت صغيرة. انا كنت منزله الشكل ده قبل كده. كده عمل معايا 13 قطعة كفتة بس كده. حلوين قوي ويكفوا. بصوا يكفوا 4 أفراد، يعني دول حلوين قوي ل4 أفراد، أسرة تكون فيها 4. هنيجي نعمل الرز بقى. هاتي حلة حطي فيها معلقة كبيرة زيت أو معلقة ونص حسب الكمية اللي هتعمليها. أنا هعمل بس كوبايتين. وبصلاية مفرومة في الكبة مقطعة بالسكينة. أنا كسلت أفرم بصراحة، قطعتها بالسكينة بس. هدبلها وهنزل معاها بالبهارات. واحدة لومي أو ليمون أنا بجففه في البيت، وورقة لورا، واتنين مسمار القرنفل، وحطيت ربع معلقه صغيره حبهان. بس عندك حبهان صحيح حط واحده، ما عندكيش خلاص ما تحطيش، لان لسه هنضيف معلقه بهارات ناعمه. هنخلط دول مع بعض نشم الريحه بتاعه البهارات. بعدين هنبقى غاسلين كوبايتين رز مصري. عايزه تعمليه بسمتي اعمليه براحتك، بس هو غالي يعني حاليا تقريبا وصل 100 جنيه ده العادي. فاعمليه بالرز المصري وخلاص ولنا الله يعني. انا غسلت الرز وصفيته كويس قوي. الرز اغسليه كويس جدا جدا علشان ما يتعبش القولون.
اغسليه مرتين، يعني اقعدي اغسليه بايديك، ادعكي فيه كده لغايه لما ميته تبقى بيضه ونضيفه. صفيه وانزلي بيه بقى في الحله. كوبايتين الرز المصري بياخدوا كوبايتين ميه. هنا هنضيف ملح، وهنضيف معلقه صغيره بهارات مشكله، وهنضيف انا ضفت هنا نص معلقه صغيره كركم ونص كاري، بس علشان يديني لون اصفر حلو. حابين تضيفوا بس كركم وبلاش كاري براحتكم، بس الكاري مخلي الرز طعمه حلو، يعني ضيفي كاري. الكاري ما تضيفيش كتير لان الكاري فيه شطشطه شويه، فما تضيفيش اكتر من كده لان الطفل وهو بياكل ما يحسش ان فيه حاجه شطه. تيجي بقى للماده السائله. حابه تسويه بالميه تمام، حابه تسويه بالشوربه براحتك حسب الموجود عندك. انا مش موجود عندي شوربه النهارده فسويته بالميه، لكن انا بسويه دايما بالشوربه، بس ما فيش فخلاص الميه شغاله يعني. حابه تضيفي مكعب بقى المرق بتاعكم صديقكم ضيفوه براحتكم، انا ما بضيفش الكلام ده لان انا عارفه ان الناس بتضيفه في الاكل وبتضيفه في الرز، ومهما قلت وعدت انا محدش هيسمع الكلام، برضو الناس هتضيفه. وكل فيديو هقول لكم ان هو غلط وان هو بيرفع الضغط وانه مليان بلاوي وفي كارثه. يلا ما علينا، اللي يسمع الكلام. كده خلاص خلطنا ده كله على بعضه. هنضيف الكوبايتين بتوع الميه، وبعدين هنسيبه يغلي. بعد ما يغلي هنوطي النار خالص ونحط الشياطه ونسيبه يستوي على اقل من مهله. تمام كده مرحله الرز خلصت. اي حد يعمل الرز يا جماعه، مش قصه ومش صعب حتى اللي لسه مبتدئ يعني. كده خلاص خلصنا. هنيجي بقى نسوي الكفته. هاتي الجريل حطيه على البوتاجاز، حطي فيه معلقه سمنه مش زيت، سمنه. السمنه بتخلي الكفته طعمها احلى. بعد ما تسخن معلقه السمنه اللي ضفناها بس معلقه واحده بس، رصي الكفته بتاعتك وانت بترصيها حاولي تدوسي عليها كده، بططيها بايديكي او بسباتيول. ليه؟ علشان ما تقبش من النص كده وتعلى. بس دي الطريقة اللي هي تاخدي بيها تسوية حلوة قوي للكفتة. بعد ما بترصيها كلها وطي بقى النار، هتاخد معاكي ماكسيمم 12 13 دقيقة مش اكتر من كده. الرز بتاعك كده خلاص مستوي. بعد ما بتستوي الكفتة بقى بتعملي السلطة، او بتعملي السلطة في الوقت اللي الكفتة بتستوي فيه، يعني لازم تستغلي الوقت ما تضيعيش وقتك وخلاص. غطي الجريل بعد ما ترصي الكفتة بتاعتك وموطيه النار، غطيه علشان البخار اللي يطلع من السخونة يسوي لك الكفتة، وفي نفس الوقت هي بتاخد لون من تحت. في وقتها انت بتعملي بقى السلطة. السلطة سهلة جدا. سلطة المشاوي عبارة عن طماطم وبصل، بس بيبقى بصل احمر، وممكن تضيفي خيار. انا ضايفه خيار هنا مقطعاه شرايح صغيره خالص رفيعه جدا يعني، لكن هو المعتاد بيبقى بصل وطماطم. ولازم بتضيفي سماق، سلطه المشاوي فيها سماق وبتبقى قطع كبيره، ما بتبقاش اللي احنا بنعملها السلطه البلدي بقى القطع الصغيره، لا دي بتبقى حاجه تاني. بعد لما حمر معانا لون الكفتة من تحت، اخد لون ذهبي كده واخد التخطيطة بتاعة الجريل، بنقلبه للناحية التانية. لاحظوا هو ما كشش كتير، يعني هو كش بس مش كتير يعني مش قوي. ليه؟ نتيجة المعلقة بتاعة البيكنج باودر اللي احنا ضفناها. كده اللي حمر هنقلبه على الناحية التانية. ده بيكون النتيجة النهائية للكفتة بتاعتنا، بناخد اللون ده بس كده تمام خلاص. كده هنخلص وهنعمل ايه بقى؟ هنولع فحمة. اللي حابب يحط فحمة كده ويدخن الكفتة، مش حابين خلاص. انا لقيت فحمة عندي فهشغل حتة صغيرة كده هولعها، وبعدين هحط في المنتصف ورقة بصل، وهحط فيها القطعة بتاعة الفحم مش كبيرة، قطعة صغيرة خالص يعني مربعة صغنطوطة خالص. ادي ورقة البصل اهي، واحط القطعة بتاعة الفحم المربعة حاجة نونو خالص كده، وهضيف عليها معلقة زيت بس. وبعدين هغطي الجريل بعدين علشان الريحة بتاعته يعني تكتم فيها مش كتير، يا دوب انا هغطيه دقيقتين علشان انا مش عايزه، يعني مش عايزه الريحه تبقى كاتمه فيه اكتر ويبقى مضر، بس دقيقتين مش اكتر من كده. دي السلطه بتاعت المشاوي. حطيت حبه كزبره خضراء او بقدونس الموجود، وبصلايه جوليان لونها احمر، وحطيت 4 حبايات طماطم، وحطيت الخيار قطعته شرايح رفيعه خالص. هنحط هنا معلقه صغيره سماق، وهنحط ملح وكمون وعصير نص ليمونه ومعلقه خل، وهنضيف معلقه زيت زيتون او معلقتين بس مش اكتر من كده. السماق احنا بنحبه فانا زودته شويه. ما فيش سماق خلاص ما تضيفيش. في ناس بتضيف فلفل اسود معاها، انا ما بضيفش، انا بس بحبها بالملح والكمون. اللي ما جربهاش بالملح والكمون لا جربيها بطريقتي هتعجبك جدا جدا. وعلى فكره برطمان السماق بيطول، يعني البرطمان الصغير ده يقعد معاكي سنه. ده كان ابو عوف، كان ب25 جنيه السنة اللي فاتت، او لا كان في شهر 2 تقريبا او 3 مش متذكرة بصراحة، بس بيقعد يعني بيقعد معاكي فترة حلوة ما شاء الله.
بس كده هنخلطهم مع بعض وبعدين هنقدمهم في الطبق، ده اسهل ما يكون يعني. وسلطه جميله جدا وطعمها تحفه يا جماعه. ادي السلطه بتاعتنا هنحطها في طبق صغير او سيرفيس صغير. بس كده اعملوها حلوه جدا. ما تنسوش تشربوا الميه اللي هي عليها ليمون الصبح، الميه الدافيه. القهوه الساده ضيفوا جنزبيل للقهوه الساده، بتبقى حلوه جدا. اللي ما جربهاش يجربها. دي قهوه لبناني بتبقى القهوه بالجنزبيل فظيعه. اشربوا اللتر ميه عليه عصير ليمون في اليوم. اشربوا الزعتر، اشربوا المرامية، الحاجات دي كلها حلوه جدا. المشروبات دي في الشتاء مشروبات مفيده اصلا للجسم كلها. وبس كده اعملوها، هتعجبكم جدا جدا، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.